السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسلام وصحة وعافية يا رب. انا لسه شايفة الفيديو ده حالا من حبيبتي صاحبة قناة يوميات نوجة. ما شاء الله عليها، عملت طريقة حلوى تركية سهلة جدا وبسيطة. هي كانت سميت يعني كوباية سميت دي البسبوسة، وعملت عليها سيرب شربات. يعني ممكن تخشوا على قناتها وتشوفوها، طريقة جميلة جدا والله، وانا بحييها. انا لسه شايفة الفيديو دلوقتي وعلقت لها عليه. فكان عندي الحاجات اللي هي طبعا مكسرات، حاجات باقية من شهر رمضان، وكوباية سميد بالظبط، كانت حتى والله صغيرة جدا، فقلت اجربها. اهي اجيبها لكم، بس هي كان فيها مية. اهي الكوباية دي صغيرة، كانت يعني مش مليانة قوي كمان سميد. وعملتها دي السميت يعني، وعملتها بسم الله ما شاء الله. طلعت اهي، بصي طبقين كبار، الله اكبر، هم حلوين ما شاء الله. وفي لسه في الحله اهي، لسه سخنه بعبي منها. عملتها اهي بسم الله ما شاء الله، جميله والله تحفه فعلا. وانا بحييها على الطريقه الجميله دي، وجديده وسهله وبسيطه جدا، فبحييها وبقول لها تسلم ايديك يا حبيبتي. ما شاء الله عليها. حطينا بتاع دوت وكيس التلاجة زي ما عملت هي بالظبط. كلنا بنتعلم من بعض والله، ربنا يعيننا جميعا ويوفقنا جميعا يا رب اللي فيه الخير. وجبت بولة صغيرة هي ازاز، وعملت زي ما هي عملت بالظبط اهي. ربنا يبارك لها، وبقول لها وبشكرها جدا على الطريقة الجميلة دي، وجديدة وسهلة وبسيطة. ربنا يديها الصحة والعافية يا رب، ووفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى يا رب العالمين. متنسونيش بقى بدعوة حلوة من قلوبكم. لا إله إلا الله.